ساعتها انطونيو حس ان ربنا بعت له واحد زي دانا لصاحبه عشان يساعده ويخليه يعدي الازمه اللي هو فيها، وعشان كده كان هيطير من الفرحه. وقتها وهم بيتكلموا مع بعض بتعدي عليه حبيبته ماجي، راح دانا قال له اتحرك شويه وروح لغيها واعزمها انها تخرج معاك. وفعلا انطونيو بيسمع كلامه وراح عندها واتكلم معاها، وكمان طلب منها انه يخرج معاها. المفاجاه ان ماجي قبلت ووعدته انها تخرج معاه. ساعتها ما كانش عارف يشكر صاحبه دانا على ايه ولا ايه، لانه ساعده في حاجات كتير في حياته وكلمه شكره قليله عليه. عشان كده انطونيو حبه جدا وكان مصدر ثقه بالنسبه له. ولما انطونيو رجع البيت مامته بتلاحظ عليه الفرحه والسعاده، وكمان بدا يلبس ويهتم بنفسه. بعد كده قال لمامته على صاحبته وانها يخرج معاها، عشان كده لبس والشيخ خالص. وكمان صاحبه دانا اللي عطانه العربيه بتاعته عشان يتفسح بيها مع صاحبته ماجي. وساعتها قال له انا هستناك هنا في البيت مع مامتك وهذاكر شويه لحد ما ترجع بالسلامه، لان ما اقدرش ارجع البيت من غير العربيه، وطبعا ما ينفعش اروح معاكوا انت وماجي، لان لو رحت هغتت عليكوا، وانا عاوزك يا صاحبي تكون على راحتك معاها، وكمان عشان اخلي لك الجو معاها وتقول لها على كل حاجه في نفسك. ساعتها انطونيو كان عاوز يحضنه ويبوسه على الحاجات اللي بيعملها معاه، وقال له انت عندي اكتر من صاحب. وصحيح المثل اللي بيقول رب صاحب ليك احسن من اخوه. وفعلا انطونيو بياخدوا العربيه هو وماجي ويسيب صاحبه حبيبي اللي دايما بيساعده مع مامته وحدهم في البيت. ولما دخل صاحبه دانال مع مامته البيت بيحتذر ليها ان هيقعد معاها يستنى ابنها لما يرجع عشان ياخد منه العربيه بتاعته. وكمان قال لها انا هقعد عشان اذاكر شويه لوحدي، وانا اسف جدا لو هعمل لك ازعاج. قالت له يا حبيبي خليك على راحتك، ده انت زي انطونيو ويا ريت ما تعملش تكليف، والبيت بيتك وخد راحتك يا ابني على الاخر. ساعتها شارو بيعجبها الجراءه اللي هو فيها وطريقه كلامه المقنعه اللي بتجذب اي حد ليه، وكمان وسامته وجماله. لكن هي لحد الوقت الصراحه كانت بتعامله زي ابنها، وكمان مش عاطيه اي خيانه. بعد كده سابته على راحته وطلعت غرفتها عشان تعمل شاور. وقتها دانا الشيطان لعب في دماغه وطلع وراها الدور التاني وشافها وهي بتعمل شاور في الحمام، وبكل جراءه دخل عليها الحمام. وقتها شارو كانت مستغربه جدا لانه زي ابنها وما ينفعش يدخل عليها الحمام ويشوفها بالمنظر ده. راح دلال قال لها انا معجب بيكي من زمان ومن اول يوم شفتك فيه وانا هتجنن عليكي. وللاسف عشان شارو محرومه من يوم ما مات جوزها بتضعف قدامه، وبيعملوا مع بعض شاي باللبن وكانت مستمتعه جدا، وعوضت حرمانها مع عيل من دور اولادها. وبعد ما خلصوا بيخرجوا هما الاتنين بسرعه من الحمام قبل ما يرجع انطونيو هو وماجي ويلبسوا ويظبطوا نفسهم كأن مفيش اي حاجه حصلت ما بينهم. وفعلا بعد شويه انطونيو بيرجع من بره، لكن بيلاحظ ان دانا لصاحبه وكمان مامته مش على بعضيهم ومتوترين جدا. وقتها حس ان في حاجه غلط حصلت ما بينهم، لكن تفكيره ما وصلوش للحاجه ديت وما شكش في صاحبه خالص ان ممكن يعمل مع مامته كده. عشان كده انطونيو ما اهتمش وطلع ينام عشان المدرسه بتاعته. تاني يوم مامته شارو بتروح شغلها عادي، وكانت اول مره تحس بالنشاط والحيويه من ساعه ما جوزها مات. بعد كده الواد عجبها وكانت تقريبا كل يوم بتقابله، وطبعا من ورا ابنها انطونيو كانوا هما الاتنين بيظبطوا مع بعض المواعيد، وكانوا دايما بيتقابلوا في بيتها القديم عشان محدش يشوفهم مع بعض.